تمر وجود أستاذ جواد، يعني ألا تتحمل العديد من القوائم التي تقول الآن بأن الحكومة أخذت تفشل، ألا تتحمل وزر من فشل العديد من الوزارات التابعة لها؟ أنتم ككتلة الأحرار لديكم عدد من الوزارات المهمة، لماذا الآن تقولون بأن الحكومة لا تستطيع أن تقدم خدمة للناس؟ شكرا جزيلا أستاذ عماد على هذا السؤال. اسمح لي تحية لك ولقناتك المباركة وللمشاهدين الكرام. ولكن المفهوم العام يعني نفهم أن هناك حسن وهناك أحسن في كل أداء أينما حل، سواء وأي ظاهرة، سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية أينما كانت. وهناك يعني حقيقة يعني فوق كل ذي علم عليم، أمر طبيعي هذا، ولكن الأساس هو العدل. نحن في منطلقنا كتيار إسلامي مشاركتنا في هذه العملية السياسية ينبغي أن نستذكر أن الله سبحانه عز وجل جل علاه يأمرنا في العدل والإحسان. فحينما كنا في العملية السياسية هو وجود ضروري وضرورة وليس ترف. لا رغبة لنا في مجلس نواب ولا حكومة إلا بمقدار ما يمكن المشارك في هذا المكان أن يقدم خدمة للشعب. ولكن ما وصلت للعملية السياسية في هذه المرحلة يعني في مجمل تناقضاتها ومجمل إرهاصاتها منذ بدايتها ومنذ الاحتلال ومنذ تغيير النظام السياسي الدكتاتوري الذي وصفناه بالطاغوت، ومن الله علينا في القضاء على هذا الطاغوت وهذا النظام السياسي الدكتاتوري. ولكن مع شديد الأسف بطاغوت هو أدهى منا، وهو طاغوت الاحتلال الذي أيضا جثم على صدورنا، وكانت هناك فسحة من الحرية التي ملأت الساحة العراقية بالأحزاب والكيانات وما شابه ذلك. فبدأ الصراع السياسي وفرض الذات حقيقة يتبلور، وبدأ الاحتقان الطائفي الذي يعني كان سبب يعني. أستاذ جواد، نتحدث عن هذه المرحلة التي البعض يراها مرحلة عصيبة، عليها أن تتعاون كل الجهات، وكل الجهات أيضا المشاركة بالحكومة ليس فقط في الاعتراض وإنما اتخاذ خطوات من أجل البناء. هل تجدون بأن هذا الاعتراض وهذه التصريحات المتواصلة من قبل كتلتكم أو كتل أخرى معارضة أو معترضة على أداء الحكومة هي كافية لتحسين الأداء، أم فقط تظل في إطار الاعتراض؟ وفي الأساس يعني المنطلق من رأي المعارضة يعني ينبغي أن يكون التقويم وتصحيح العملية والمسار السياسي، لأنه المعارضة هي انطلقت أصلا من الشعب، المصدر الحقيقي للسلطات وصاحب الحق الحصري الذي يعترض، وهو صاحب الصوت الأعلى الذي يعلو على كل السلطات. نعم. فبطبيعة الحال أن كتلة الأحرار هي نبض هذا الشارع، وكتلة الأحرار ونواب الأحرار يحملون هم هذا الشارع. أنتم نبض هذا الشارع لكنكم مشاركين بوزارات نعم، مهمة. نحن مشاركين. يعني الاعتراضات ليس فقط على ائتلاف دولة القانون وليس فقط على الحكومة والوزراء الباقية، أيضا اعتراض على وزاراتكم، وهي وزارات مهمة الآن بالدولة. نحن نعم يعني في طبيعة الحال ينبغي على كل شخص موجود في يتصدى سواء كان في أي مجال وخاصة في القطاع العام والوظيفي ينبغي أن يراقب نفسه قبل أن يراقب. وكتلة الأحرار وهذه الخطوات موجودة في مراقبتكم. نعم في طبيعة الحال. شكرا جزيلا أستاذ. ونقوم أدائنا ونلاحظ لا مبرر ولا حاجة لوجود لا قيمة العملية السياسية. نعم. أصلا لم تقدم الخدمة للشعب. شكرا أستاذ جواد. دكتور